رمضان أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب والقرآن. رمضان أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب والقرآن. اهلا اهلا بالحلوين، يا رب دايما كده تكونوا بخير. النهارده بقى بشارك معاكم روتين رمضاني. كل سنه وانتم طيبين. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنت معاكم فيه، ومعلش بقى للتاخير. الفيديو ده انا كنت مصوراه اول يوم رمضان، بس حصلت ظروف كده ما عرفتش انزله في ميعاده. بس حبيت برضو ان انا ما اضيعش الفرصه واشارك معاكم كده رمضان، علشان ما بقاش غبت عليكم كتير. اول حاجه كده بوريكم الزينه بتاعه رمضان. كانت بسيطه جدا زي ما انتم شايفين كده وهاديه. انا ما بحبش الحاجات الكتير يعني. هو يا دوب كده فرع زينه بسيط وفرع نور وخلاص على كده. والمفرش والكوشنز دولت انا كنت عاملاهم معاكم قبل رمضان، حلوين جدا وبساط كده وشكلهم حلو. خلاص حبيت كده اوريكم برضو الصاله بتاعتي بالفرش الرمضاني، عشان انا ما نزلتش فيديو قبل كده، ويا رب كده تكون عجبتكم. دي كمان لقطة بقى والنور مطفي. عارفين بقى الأطفال بيحبوا الأجواء دي أوي يعني، وفي قمة سعادتهم وأنا عاملة لهم مركبة لهم النور كده وطافية الإضاءة العالية، وبيبقى الأنوار ديت مدية بهجة كده للمكان. في اليوم ده بقى في أول يوم رمضان أنا صحيت من النوم ونزلت السوق، لأن أنا ما كنتش يعني ما كانش عندي حاجة خالص. التلاجة كانت فاضية، وزي ما قلت لكم كده الدنيا كانت يعني ملخبطة معايا شوية. فانا قمت بقى من النوم ونزلت جبت شويه الحاجات ديت، جبت خضار وفاكهه علشان خاطر اعمل سلطه بقى واعمل اكل وكده يعني. زي ما انتوا عارفين جبت الجزر، كان الكيلو وربع ب10. ماشي، جبت 2 كيلو ونص ب20، واليوسفي ده كان ب35 او كان ب30. الاسعار بقى في اليوم ده كانت نار يعني، كانت يعني زادت اضعاف. يعني قبلها بالظبط بكام يوم كانت الأسعار كويسة يعني، كانت حنينة. بس أول يوم رمضان كانت الأسعار نار نار نار. ربنا يكون في عون الجميع يعني. الطماطم، بس الطماطم كانت لسه رخيصة يعني، الطماطم كانت ب6 جنيه باين. بس ربطة الخضرة غلت، بقت الواحدة ب5 جنيه بعد ما كنت بجيب التلاتة ب5 والأربعة ب5. بقوا يعني أنا جبت 4 ربط ب20 جنيه. شايفين؟ حتى الكوسه دي ما لقيتش غير الكوسه ديت الحجم ده. لو كمان رحت لقيت السوق كمان يعني يعتبر مشطب يعني، انا يا دوب كده لحقت جبت شويه حاجات كده يعني على السريع. الخيار كان مش عارفه ب30. ب30، والبنجر ب25. الفلفل بسأل عليه لقيتها بتقولي ب30. يعني الاسعار كانت اسعار عاليه. الليمون ب80، جبت ربع ب20 جنيه. يا دوب كده بقى عشان خاطر الشوربه والكلام من ده جبت ربع بس، لان سعره عالي برضو ب80 جنيه يعني. لسه برضو كان قريب كان الكيلو ب10 جنيه وكيلو ونص ب10. ما لحقتش انا بقى اجيب منه. والموز حتى اللي هو في الايام العاديه كان ب25 لقيته ب35. فالحمد لله يعني، الحمد لله على كل حال. دي كده الحاجات طلبات السوق من الخضار والفاكهه. التفاح برضو كان ب75، جبت كيلو واحد بس عشان بقطع منه كده على الخشاف. خلاص يعني بقطع واحدة مع الموز والحاجات المجففة، بتبقى حلوة. وكمان يعني بتزود الكمية شوية، لان الحاجات كلها اسعارها غالية قوي، فاهمني. هرتب بقى الحاجات كده في العلب دي بتاعت التلاجة اللي انا كنت شاريها معاكم في مشتريات رمضان. هقول لكم بقى على حاجة انا بحفظ الخضار ازاي. مبدئيا كده انا مش بحط كل الكمية في العلب ديت يعني. انا لو الحاجة هتستخدميها يعني هتقعد معاكي فترة، حطها في كيس ابيض شفاف كده، بحيث ان هي ما يتبلش. لان الحاجة لما بتتحط مكشوفة في التلاجة من غير كيس بتتبل. الخيار بيدبل والخضار بيدبل والطماطم ما بتبقاش حلوة. انما الكيس يعني ده حاجة تجربة يعني شخصية على مدار السنين. لما بتحط الحاجة في كيس، بس انا بنقلها من الاكياس اللي هي الملونة دي، بحطها في كيس شفاف. تمام. الكيس بيخلي الحاجة تفضل يعني محتفظة بالنضارة بتاعتها، وبتبقى طازة ما بتبقاش دبلانة خالص. خلاص. وطالما انت جايبة الحاجة صبحة وكويسة ما بتبصش منك
يعني. وكمان الخضار احنا مش بيغيب عندنا كتير، احنا بنعمل منه سلطة وكده فبيخلص بسرعة. فانا يعني حطيت كمية في العلب ديت والباقي سايباه في الكاس زي ما هو. خلاص. هنا بقى بوريكم اليميش بتاع رمضان احنا كنا جايبينه، بس ما كنتش صورته معاكم، فقلت بقى اصوره لكم كده وانا بصور الروتين. كنا جايبين تمر ناشف طبعا للبل، والتمر اللي هو التاني اللي بيبقى لين شويه للاكل، وقمر الدين وتين مجفف ومشمشيه وقراصيا وصوبيا. وده كان تمر هندي طبيعي، وتمر هندي من اللي هو البودر ده. تمام. وجبت برضو كيك شيف وفانيليا من اللي هي الظرف اللي كيس الصغيره دي، الواحده كانت بجنيه. طبعا انا معرفش اسعار اليميش لان مش انا اللي جايباه. خلاص. هرتب كده وانظم الحاجات كلها كده في علب علشان خاطر تبقى منظمه كده في التلاجة وما تبقاش الدنيا مكركبه. احسن حاجه للتنظيم والترتيب اللي هي العلب البلاستيك ديت اللي هي بتاعه حفظ الطعام. والمنظمات دي برضو بتاعه التلاجة حلوه قوي، لو في حاجات كده ملهاش مكان بتروح مجمعهم في علبه واحده، يعني بتبقى حلوه ومنظمه. هدخل بقى هنا على الخشاف اللي انا كنت بعمله. التمر ده انا فصصته وغسلته اديته شطفه كده، انا بحب اشطفه وما بحبش احطه زي ما هو، ممكن يبقى فيه تراب او رمل او كده. وبرضو غسلت اديت لهم شطفه برضو اللي هي الحاجات المجففه، القراصيا والمشمشيه والتين. خلاص. حطيت البلح الاول عشان خاطر يعني على ما اقطع الحاجات دي يكون هو الدبل شويه، حطيت له عليه شويه ميه وسبته في جنب. هقطع بقى الحاجات المجففه دي عشان خاطر توفر معانا شويه. تمام. يعني بقطع المشمشه كده على نصين، التين برضو على 4/4 كده، يعني على حسب حجم كل حاجه والتانية. هضيفه بقى كده على البلح، وهجيب الفاكهه بتاعتي بقى هقطعها بالشكل ده كده. عملت يعني 3 صوابع موز كده وتفاح، هحطهم مع الخشاف بالشكل ده كده. واجيب قمر الدين برضو اقطع منه كده قطعه، يعني هاخد منه حته كده واقطعها مكعبات صغيره. بتدوب بقى في قلب الميه بتاعه النقع اللي انا حطاها على الخشاف، وبتنزل الطعم بتاع المشمش فيها وكده، وبتبقى حلوه قوي. هي دي بقى طريقتي في عمل الخشاف. قولوا لي بقى طريقتكم انتوا، يعني كل واحده طبعا لها طريقه مختلفه. انا مش عارفه بقى انا كده بعمله صح ولا ايه، بس انا متعوده بعمله بالطريقه دي على طول. لو حد فيكم بقى بيعمله بطريقه مختلفه يكتب لي كده في الكومنتات بيعملوا ازاي. هنزل كده عليه برضو بكم معلقه سكر، يعني 3-4 كده مش كتير، لان الفاكهه والبلح هينزل العسل بتاعه السكر بتاعه. وهزود كده الميه لحد الاخر واسيبه بقى كده ايه، يعني ياخد ويدي مع بعضه، بيبقى حلو جدا. طبعا انا اول حاجه بعملها قبل ما اعمل الاكل ولا اعمل اي حاجه هو بيبقى ايه، الخشاف ده بعمله الاول عشان التمر يلحق يدبل. خلاص. هنا انا كنت في اليوم ده طبعا اول يوم رمضان عملت فراخ مشويه، يعني لا عملت محشي ولا عملت بط ولا كلام من ده خالص. انا قلت لهم عايزين تاكلوا ايه، قالوا لنا يا ماما عملنا فراخ مشويه ورز بسمتي بس. فعملتها تبلتها وحطيت تحتها بطاطس طرنشات كده، وحطيت التتبيله بتاعتها وظبطتها وهدخلتها الفرن. هنا خلاص كان المغرب هيأذن. انا طبعا عملت الاكل وخلصته، بس انا ما حبيتش اصور معاكم تفاصيل كتير لان عشان يعني مش عايزه الفيديو يبقى طويل وممل. فانا اكتفيت ان انا ايه وريتكم اجزاء بسيطه كده من تحضير الاكل. طبعا بقى كده غرفت صبت لهم الخشاف كده واديته لهم علشان خاطر المغرب كان اذن وانا كنت لسه ما غرفتش الاكل، لان انا في اليوم ده كنت مزنوقه جدا. طبعا نزلت السوق وجت عملت الاكل وكده، فالدنيا كانت ضيقه معايا. دي الفراخ المشويه هي اللي انا عملتها، كانت حلوه جدا وما شاء الله يعني كانت تحفه. والبطاطس مستويه والفراخ مستويه وكله تمام. وعملت معاها رز بسمتي كده وكان مظبوط برضو، يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، حلو جدا. رصيت الرز والفراخ المشويه كده على الصينيه دي بتدي شكل حلو جدا، ويعني بيفرحوا بيها الصراحه. ده كان فطارنا اول يوم رمضان. كل سنه وانتم طيبين. اللهم اقدمها نعمه كده واحفظها من الزوال، وكل سنه وانتم طيبين. قولوا لي بقى كده عملتوا فطار ايه اول يوم رمضان في التعليقات.
بعد ما خلصت كده عملت الكنافه. طبعا انا قلت لكم كذا مره اقول لكم النهارده انا كنت مزنوقه، فانا عملت الكنافه بالليل بعد ما خلصت الفطار. عملت كده يعني صينيه، حتى لا حطيت فيها مكسرات ولا كريمه ولا اي حاجه، يعني عملتها ساده خلاص. على ما نصلي التراويح بقى، بعد التراويح بقى بناكل الكنافه كده ونشرب شاي، وبتبقى زي مكافاه لينا كده بقى، علشان احنا ايه شطار وصلينا التراويح وكده يعني. طبعا انتوا عارفين بعد الفطار بيبقى الواحد جسمه بيتقل اصلا، ومبيبقاش قادر لا يقوم ولا يعمل حاجه، بس يعني بنتوكل على الله كده ونقوم، وبنعمل بقى مكافأة لنا بعد صلاة التراويح كده، ناكل حاجة حلوة نشرب حاجة حلوة، ده بيبقى زي مكافأة لنا كده. هنا بقى كنت بوريكم المشتريات بتاعة السحور. طبعا عشان خاطر يعني في اول رمضان بنبقوا ايه محتفلين بيه شوية، فبنبقوا جايبين بقى حاجات كده ومكلفين. بعد كده بقى بنقضيها بقى اي حاجة خلاص. كنت بنظمهم كده في العلب بتاعة التلاجة. العلب دي من الوطنية، الطقم ده انا كنت جايباه في مشتريات رمضان، حلو جدا 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 والله، مش خسارة في الفلوس. يعني لو اي حد فيكم عايز يجيبه يتوكل على الله ويجيبه. حلو، خامته جميلة ومحكم الغلق، والعبوات بتاعته غويطة، يعني بتاخد كميات كبيرة ما شاء الله، مع ان اللي يشوفها يعني فكرها صغيرة، بس لا هي بتاخد كميات كبيرة. جبت المخلل ده عشان انا ملحقتش اعمل مخلل بقى، انا طلعت مش شاطره خالص في الحته دي، ما عملتش مخلل رمضان السنه دي. ده الفول بقى كنت مدمساه كده عشان خاطر السحور. هو استوى اهوت وبقى جميل برضو. ما حبيتش ان انا اطول عليكم في الخطوات بتاعه التدميس، لو حد حابب يعرف الطريقه يعني هبقى اكتبها له في الكومنتات. عبيته كده في اكياس، طبعا لما يبرد خالص بتعبيه في اكياس وبتحتفظي بيه في الفريزر، يعني بتعبي كده الكيس على قد استخدامك. عايزه تحطي كتير تحطي قليل زي ما تحبي. ده كنت عامله كيلو فول، طلعوا ما شاء الله كميه حلوه قوي. اعملي كده بقى، مفيش انضف من الحاجه اللي انت تعمليها في البيت وبايديكي، وكمان هيوفر عليكي كتير. طبعا انا عملت منه بقى في السحور، سبت حبه كده في الحله من غير ما اعبيهم. ده كان السحور بتاعنا. السلطه دي حمرا كده عشان عليها بنجر، ده كان طبق باقي من الفطار. وبس كده فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. حبكم في الله، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.